في فرنسا، بلد العطور والفنون والبيروقراطية التي لا تنتهي، قرر القضاء أخيراً أن الوقت قد حان لنقل الدراما من غرف التحقيقات المغلقة إلى منصة الاستعراض الكبير. القضاء الفرنسي: البحث عن إبرة في كومة قش بدم بارد. يقولون إن العدالة بطيئة، لكن القضاء الفرنسي قرر أن يكون بطيئاً جداً لدرجة أننا نسينا أصلاً لماذا بدأنا. فبعد سنوات من التمحيص والجلوس على الكراسي المريحة في مكاتب باريس، قرروا فجأة أن هناك قضية. يبدو أنهم كانوا بانتظار موسم جديد من المسلسل لملء أوقات فراغهم القانونية، فقرروا تحريك الملف الذي نام لسنوات في الأدراج. يبدو أن شعارهم الجديد هو: لا تنهي القضية اليوم، إذا كان بإمكانك تأجيلها لسنوات حتى ننسى نحن وتنسى أنت. الفتاة وسيناريو هوليوود. في الجانب الآخر من الحلبة، يبدو أن هناك من قرأ روايات أغاثا كريستي كثيراً، أو ربما تأثر بمسلسلات الجريمة. تارة القضية مؤامرة كونية، وتارة هي لحظة تيه، وفي كل مرة تتبدل الرواية والقصة، كأننا نشاهد عرضاً سينمائياً يتغير مخرجه كل أسبوع. اللافت للنظر هو هذا الغموض الجذاب، فلا أدلة مادية ملموسة ولا شهود، فقط رواية شفهية، ومع ذلك نحن بصدد محاكمة كبرى. يبدو أن المعيار الجديد للإدانة هو: قل لي ما تشاء وسأجد لك محامياً يصدقك. أشرف حكيمي والضيف الثقيل. بينما يركض حكيمي في الملعب ليحقق أرقاماً قياسية، يجد نفسه مجبراً على لعب مباراة المرافعة في المحكمة، وهي مباراة لا يحكمها الفار للأسف، بل يحكمها مزاج القاضي وتفسير المحامين للكلمات. الخلاصة: هل نحن في محكمة أم في سيرك؟ القضاء يطبق مبدأ العدالة بالتنقيط، قطرة قضية كل سنتين. المدعية: كاتبة سيناريو موهوبة بانتظار فرصة في نتفليكس. الجمهور ينتظر النتيجة النهائية ليقرر في أي صف سيقف، وكأن الأمر متعلق بديربي كرة قدم. عزيزي المستمع، إذا شعرت يوماً أن حياتك تسير بشكل طبيعي، فتذكر أن هناك قضاة في فرنسا قد يقررون فجأة بناء على إلهام أنك متهم في قضية لم تحدث أصلاً، فقط لأن الأوراق كانت تحتاج إلى توقيع.